السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال، كل سنة وحضراتكم طيبين. انتظروني كل يوم سبت في حلقة جديدة ان شاء الله، وهنعمل مع بعض النهاردة قب الريد فيلفت. هنعمله بطريقة جميلة حضراتكم شايفين هش ازاي، ونشوفه مع بعض كمان حاجة بسم الله تخطف العقل، وهش وطري وجميل من جوه. نبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله، يوم جديد وحلقة جديدة من سلسلة حلقات شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وانتظروني كل يوم سبت ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات الشهر الكريم. وهنعمل النهاردة الريد فيلفت القباط لأول مرة في قناة الشيف منصور. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهارده على بركة الله: 230 جرام دقيق، 15 جرام كاكاو، 250 جرام سكر، 270 جرام زبدة نباتي أو حيواني واتيفر، 9 جرام بيكنج باودر، 4 بيضات، 1 معلقة خل وممكن تبقى خل أبيض أو خل عنب، و16 جرام فانيليا. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. أول حاجة حضرات هننزل بالزبدة بتاعتنا، هي زبدة نباتي. بعد كده هننزل بالسكر، هنخليهم يتعرفوا على بعض لمدة 3 دقايق ونرجع لكم تاني. بمعلقة الخل بتاعتنا، وهنحط 4 معالق زيت ذرة او زيت نباتي زي ما عندكم، زيت عباد الشمس او زيت ذرة. طبعا هننزل بمعلقه الفانيليا اللي قلت لحضراتكم عليها اهي، بننزل بيها على البيض مباشره، وندي تقليبه بسيطه كده اهو للبيض. تدريجيا هننزل بثلث البيض ونستنى شويه عشان يساعد العجين على التجانس. وهننزل بباقي كميه البيض اهو. اول ما الزبده بيتكرمل معانا هننزل بباقي كميه البيض. وبعد ما الخليط بيكرمن كده يا حضرات، دي اهم خطوه، بننزل بالدقيق زي ما حضراتكم شايفين، بننزل بالبيكنج باودر والكيك شيف، وممكن نستبدله بكربونات صوديوم، وننزل بالكاكاو ونقلب ده كله مع بعضيه. واهم خطوه في الموضوع ان احنا ننخل الدقيق عشان ندخل فيه الهواء ونشيل منه التكتلات، عشان لو الدقيق مرطب ما يبوظش منا الوصفه. كده بالراحه وبسم الله حبيبي يا رسول الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وهنشغل المكسر على الواطي لحد ما تتجانس، وهنرجع لبعض ونحط اللون الغذائي مع بعض. عندي انا لون غذائي زيت اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنحط كميه كويسه ولونها هيتغير معانا ويبقى اللون الجميل اللي احنا عايزينه اهو على بركه الله. كده يا جماعه انتهينا من وصفه الكاب ريد فيلفت. بس في ملحوظه دلوقتي، النهارده اللون لازما يكون لون بودره ونحلله بسيط، ما يبقاش لون زيت. لون زيت هيتجانس مع الماده الدهنيه ومش هيدينا اللون اللي احنا عايزينه. لازما يكون لون بودره غذائي هيديني النتائج اللي حضراتكم شايفينها الممتازه دي. وهنغرف الريد كاب على بركه الله. عبي زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله حبيبي يا رسول الله بالكيس بتاع الحلواني، وهنعبيه بالطريقه القمر دي بسم الله ما شاء الله. لو وصلنا للمرحله دي ما ننساش برضو نعمل اشتراك للقناه ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. العجينه الحمد لله 100 100 اهي بسم الله. هنديله كده ايه خبطه بسيطه كده اهو، وهندخله الفرن على درجه حراره 160 درجه على السلك الوسطاني. هيقعد معانا من 15 ل 20 دقيقه او حسب درجه حراره الفرن، وهنخرجه مع بعض على بركه الله. طبعا السؤال اللي هيتقال لي يا شيف، طب احنا ما عندناش فرم الكب كيك القمر دي. هقول لك يا ست الكل، تجيب الفورمه القمر دي تشتريها من عند خامات الحلواني وتحطي فيها ورق الكاسات القمر دي، بس ده هتبقى كبيره شويه بس مش مهم. وهنحط فيها ورق الكاسيت كده، وهنعبيها بالطريقه اللي هتشوفوها دلوقتي اهو اهو اهو. لو احنا ما عندناش دي نستبدلها بايه؟ بالفرم السيلفر دي. بسم الله حبيبي يا رسول الله. وخرج القمر من الفرن زي ما حضراتكم شايفين، حاجه بسم الله تخطف العقل حبيبي يا رسول الله. وهيبرد مع بعض، وازاي هنقدمه على بركه الله. طبعا يا حضرات دي كانت نهايه ريد فيلفت القباط زي ما حضراتكم شايفين هش ازاي، ونشوفه مع بعض كمان حاجه بسم الله تخطف العقل، وهش وطري وجميل من جوه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.